فضيحة ماما أفريقيا. حبس الا ما شفتيش هذا الفيديو راك ما شفتي والو. فضيحة كبرى. دابا دخلني عليكم بالله، دابا هذا عنده 15 سنة. ناري دابا هذا واش في العمر ديالو اقل من 15 سنة؟ يا خرا منو هذا؟ بغي يقولوا لي واش بصح هذا عنده 15 عام. هاد الحارس 15 سنة عنده قال لك. طيب ده شكل فريق تحت 15 سنة؟ ركز، حلل، فسر وناقش. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. هذاك سيدي راه المنتخب المدرسي ديال الوليدات اللي كيقراو فيها في الاعدادي. هاد العجولة عندهم 15 عام لتحت غقولوا لي. الفضيحة اللي حصلت النهاردة في مباراة المغرب والسنغال تحت 15 سنة لازم كله يعرفها. واش اقل 15 سنة قبل الميلاد ولا قبل الهجرة ولا فسرونا اخويا خاطر هكا 15 برو ماكس. فضيحة النهارده انا شايفها ان هي فضيحة. في نظركم واش هاد اللاعبين اقل من 15 عام؟ قال لك هذا ولد 15 عام. واش قداشو؟ وبغيت نسولكم واش في نظركم هادو عندهم 15 عام؟ طرد لاعبي السنغال من دوري المدارس أصبح مطلب شعبي. واش في راسك بأن السنغال ماشي أول مرة كتلعب بلعابة كبار؟ لا شيء. يوم البيت دارتها في 2019 وحيدوا لهم 8 ديال اللعابة. هما راه كانوا داروا تزوير مع الفريق المالي فاش حصلوا اللعابة عندهم أعمار كبار وهما اللي كانوا ربحوا الدعوة في الطاس. يعني كما يقولوا من شب على شيء شب عليه. وراه بينا. هذه راه ماشي مباراة أقل من 15 سنة، هذا راه دوري الأبطال ديال الحضانة. شوفوا لي تبارك الله هذه الكتلة الجسدية للاعبي السنغال، هادو راه كبروا قبل الوقت. منتخب المغرب تحت ال 15 عام كان بيواجه منتخب السنغال النهارده فوق ال 30 عام. دابا هذا واش في العمر ديالو اقل من 15 سنة، وهذا في العمر ديالو اقل من 15 سنة، وهذا في العمر ديالو اقل من 15 سنة، واخر الخناطر ديالو قاد البغال. المروك خسرات هذا راه الحمد لله اللي رجعوا وليدات حتى سالمين غادمين من هذاك من ديك البلاد راه لعبوا مع الفياله. كل مسؤول الاتحاد الافريقي عشان يكتشفوا تزوير اعمار لاعبي السنغال. اقنعني انا يقنعوني، لكن عندهم العام ديالهم في 1000 يوم ماشي بحالنا قولوها لنا. حد يقول لي لاعبي المغرب تحت 15 سنة اطفال صغيرين، شباب صغيرين جدا. بالقميص الابيض منتخب السنغال تحت 15 سنة، وبالقميص الاحمر هؤلاء الاطفال والاولاد منتخب المغرب تحت 15 سنة. غير مقبولة. راه كيسحب المنتخب ديال اقل من 51 سنة، المنتخب الرديف ديال السنغال فاش ما كيكونش ماني وكوليبالي، اما المنتخب ديال اقل من 15 سنة. دخلنا عليكم بالله يا خوتي، انا راه حاولت نقتنع ان هادو عندهم 15 عام، ولكن والله يا خويا هاد 15 عام ما فهمتش انا كي داير هاد 15 عام. هادو راه عندهم اقل من 80 عام لتحت. ويقول لك حرية التعبير، هاد التصرفات هاد. الله يهديكم تيديكم. باش متاكدين هذا ماشي والله الا جاني كيشبه لذاك ملك جوف اللاعب ديال السنغال ديال المنتخب الاول لدرجه اختو غير يكون هو نيت. تخيل دول لعيبة منتخب السنغال تحت 15 سنة. هادو ما عرفنا واش 15 هجرية ولا ميلادية. هذا سنانه طايحين، هذا الصلعكت. ترى ما يمكنش اصاحبي دور اكثر من 50 عام. هذا لو وصل 20 عام قداش يولي؟ السبر ديالنا ما بقاش يوصل والو. انا كنعرف بان الديناصورات ما قعدوش شحال هادي. واش في نظركم هادو عندهم 15 عام؟ كيحسبوا غير بالليل، كيحسبوا غير اليامات زوينة. واش هادو اقل من 15 سنة؟ وقيلا كياكلوا حبوب البوش ديال الدجاج. شوفوا هاد اللاعبين هادو اقل من 15 سنة في الفم، اما في الواقع راه عندهم وليدات وكيخلصوا الكرا والضريبه وعندهم الكريدي في البنكه. خويا اسمع الغش ولا بريك مش للدرجه هذه، عاد هكا كل شيء مفروش. بص كده على حارس المرمى، ده حارس عنده 14 سنة ولا 15 سنة ولا 13 سنة، ده حارس عنده 25 سنة. بص كده على اللعيبة دي، أشكال لاعبين تحت ال 15 عام. في إيه يا جدعان؟ واخر مزوج قال لك وعنده 4 العيال، وهذا قال لك مطلق، هذا راه خصو يعتزل الكرة. بقى يا راجل يا طيب، ده لعيب عنده 14 سنة، ده منظر حارس عنده 14 سنة. هادو بعدا راه ما كيسجلوهمش في الحالة المدنية تتدوز على الصنيك. كتشوف واحد بدا كيطيح ليه الشعر من هنايا، يعني داكشي ديال الناس الكبار بقينا كنشوف. ما يمكنش شو الدراري ديالنا قداش. راه شوف لقيت الصباط ديال صاحبنا الحارس، الصباط ديالو كبر من الدراري. لعيب السنغال تحت 15 سنة، قول لي ازاي بقى؟ انا عندي 40 سنة، انا اصغر من دول. شايفين ده
ده لاعب المفروض عنده 12 13 سنه، شايفين وجهه، شايفين الاعمار. لو اجتمع كل الكون وقالوا لي ان منتخب السنغال هذا اعمار لاعبيه تحت 15 سنه لن اصدق ما يقال. ما يمكنش، هاتي الصغير فيهم قدي. اما داك الكارديان جرين دايزر هذا ماشي عرفتي راهي بونو بجوج المرات على الجول ديالهم كي داير. شغل هادو الله يرحم لكم الوالدين اخوتي، هادو 15 عام يمكن قبل الميلاد واخا. دول لاعبين تحت ال 15 عام اشك، اقسم بالله العلي العظيم اشك. ازاي؟ السنغال باغيين ياخذوا الكاس باي طريقه، بالمضاربه بالغش، يزوروا السن ديال اللاعبين باش ما كان، المهم يربحوا المراكه وياخذوا الكاس. ودير بيريك وجاي يلعب مع الدراري الصغار. والله الا قال لك هذا عنده 15 عام، واقيلا قاصدين 15 سنه ديال الخبره في الميادين. انا 36 سنه وما قرايتش بحال راه مستحيل تقول لي عندهم قل من 15 عام. والبيض ديالهم تا هو نقاب، ما هذا كانوا هادو ولاد الديناصورات نبقى نتيقك. الا كان هذا 15 عام وكيلبس 45 فاش يوصل هو 20 عام شحال يولي يلبس؟ يولي في الصالون بحال الباطل ولا شنو؟ هما راه وجوه محاكم. وبغيت نسولكم اخوتي، دابا واحد فيكم يقول لي واش هادو في نظركم عندهم 15 عام؟ هادو راه ماشي U15، هادو U35، وقيلا داخلين غير بالغلط في البطوله. بالله كيف حسبتوها؟ سنوات ضوئيه ولا ما حسبتوا يمكن ايام سعيده وما حسبتوش السبت ولا حد؟ دايما احذر واقول بعلو الصوت، دايما بقول للكاف الافريقي خدوا بالكم، لازم يكون في تفتيش، لازم يكون في يعني ازاي اللعيبه دي عمرها ما تتعداش، العمر بتاعهم لا يتخطى ال 15 عام. انا عايزك تفهمها لي ازاي. هذا خصو ما يبقاش يلعب الكره، هذا خوف العمر ديالو 44، هو قال لك في العمر ديالو اقل من 15 سنه. هذا الشيء هذا الاخوان ماشي غير انا اللي كنهضر على هذا الشيء هذا، العالم حاليا كيهضر على هذا الشيء هذا. واسي القجع شوف لنا عاوتاني هذا البلان هذا، شوف لنا هذا البريكول هذا. مطلب اكتشاف تزوير عقود لاعبي السنغال اصبح مطلب شعبي من الشعب المغربي، وبقولها والله اللعيبه دي تحت 14 سنه بس قبل الميلاد يا حبيبي. هذا راه عنده 15 عنده 15 سنه دون احتساب السبت والاحد وايام العطل. ولكن راه هذه ماشي اول مره، راه فايت دارتها السنغال في كاس العالم. البرازيل اقل من 17 سنه تحيدوا لهم 8 ديال اللعابه اللي كانوا فايتين السن القانوني باش ينضموا للمنتخب السنغالي الاقل من 17 سنه. تفكروا معاه هو الفيفا وافريقيا وشوفوا لنا هذه المهزله، شوفوا لنا حتى هذه كيفاش هادو عندهم 15 سنه. مش ممكن، مش طبعا، مش ممكن حد يقنعني انه اللعيبه دي دايما منتخب السنغال ده فيه جدل كده. يعني حد يقنعنا يا جماعه ان دول اقل من 15 سنه، امال ابوه قد ايه؟ يعني ده ابوه قد ايه؟ هم كده منتخب السنغال بل منتخبات افريقيا كلها في الاعمار دي بتلعب بالتسنين، بتلعب وبتضرب الشهادات زي ما انتم عارفين. ولكن لازم نطلع ونوضح، المباراه النهارده كانت مباراه غير متكافئه، مباراه ما بين اشبال عندهم تحت 15 سنه ولاعبي منتخب السنغال تحت 30 سنه. هاتي راه هاتي ديال افريقيا راه والله الا زادوا فيه. هاتي كيعاودي واحد ايفواري قال احنا راه عندنا كنقصوا في لاج عادي جدا. كتلقى بنادم عنده 56 سنه وكيمشي كيخربق في الاوراق كتلقى عنده 23 سنه. شو ديالنا كي دايرين مساكن؟ شو هذا راس العوا صافي، الشهر بقى كيطيح عليهم، الشهر كيطيح عليهم ما عندهمش. شو هادو ديالنا كي دايرين مساكن؟ وتركت الشفاره وتركت على لاو تم تكرموا بلاصتكم يا الكارمين. داخلنا عليكم بالله. واش هذا عنده 15 سنه؟ كامارا رقم 4 يلا عندكم كلشي مزور اصاحبي في السنغال. كره القدم السنغاليه اقسم بالله كلشي مزور. ترى بزاف ولا لا افريقيا خرجت على السيطره. شنو قداش الدراري الحال؟ شو كيفاش هاد الوليد هذا قداك كيمر كيلعب هذا قداك؟ شوف ماشي حقره، شوف حقره ولا مش حقره؟ اشبال صغيره عندها 15 سنه بتلعب مع اشحطه عندها اكتر من 25 و30 سنه. فين الاتحاد الافريقي؟ فين العدل اللي انتم بتدوروا عليه؟ هو فين كشف الاتحاد الافريقي للمغناطيسي دوت ولا التنوير المغناطيسي اللي بتنيلوا يعملوه مع لعيبه زي دي؟ هو انتم مش شايفين الفرق ولا احنا لازم نمشي غلط زيهم علشان نعرف نواجههم؟ ما يمكنش يا خوتي، ما يمكنش. تبارك الله على منتخبنا اللي واجه هاد العمالقه في العاب مدرسيه. وشوف لي التحرك سرعه 10-14، هذا راه واقيلا اوسين بولت ديال السنغال. الفرج الكارديان اللي لابس بالاصفر هارب على النفقه من السنغال، سايب مرته ومهمل مرته ومهمل صغار. تيجي ازاي يا جماعه؟ 15 سنه ده لاعب لسه صغير، باين على شكله حتى ان هو لسه صغير، باين على وشه حتى ان هو لسه صغير. 15 عام واقل لسه صغير ظاهر عليه. هادو الاخوان هادو ماشي 15 سنه ولا اقل من 15 سنه، هادو الاخوان 36 34 35. هادو الاخوان 15 سنه واقل من 15 سنه. ما يمكنش وما يمكنش الاخوان. شوف الزنافر ديالو قداش، شوف الزنافر ديالو قداش. اللعيبه دي انا بقول لك اهو نصا
في لعيب فيهم متزوج ومخلف. تقول لي ازاي؟ اقول لك معرفش. هذا كان عنده اقل من 15. مصيبه، وليداتنا لعبوا مع الفياله. يعني منين كاينه هذه الحاله في 2019 يعني هذا الشيء هذا اللي شفنا نقدروا نشوفوا لعابه اللي كانوا لاعبين مع المنتخب كبر من السن ديالهم ديالنا مساكن هادو 15 سنه. دابا تخيل معايا الا كان هادو 15 سنه والاخرين 15 سنه، ديالنا خصنا نقولوا لهم 10 سنين يمكن ولا 9 سنين، مازال ما تخلقوش ديالنا يمكن. 15 سنه ايه يا جماعه؟ فيعني فاكرين فيلم الباشا تلميذ قالوا دي دفعه 2001 جايب له رجاله بضرب شنبات. لا حول ولا قوه الا بالله. ودرا قاعد تصلحوا كاع ما عندهم حتى الشعر مساكين في راسهم، ضربتهم الدنيا للراس كاع، شافوا الدنيا حطت عليهم الشعر. وهذا جاني الاخبار باللي مزوج وقال لك عنده 4 عيال ومطلق قبل. 15 سنه مازال ما بلغش بدات الصلاعيه. احسن عوالكم اوليداتي المغاربه اللي لعبتوا معاهم، والله تحسن عوالكم. انت والله بزاف، انت والله ما بغيت تخلي دماغك. واش الدراري كيحسبوا لهم السبت والحد والعطلات وكيحسبوا لهم رمضان واقيلا تا هو ما كيحسبوش، وعطله الصيفيه ما كيحسبوهاش. هو ده للاسف بيحاولوا يقابلوا المنتخبات المغربيه وعلشان يفوزوا عليها لازم يلعبوا بالتسنين، لازم ينسحبوا، ما ينفعش يفوزوا بارض الملعب، لازم الاسلوب والاساليب الملتويه علشان يقدروا يفوزوا، لان للقاره بقى ليها بطل وهو المنتخب المغربي. راه كبروا قبل ما يتزادوا، عندهم عضلات في العضلات. المهم حنا فخورين بوليداتنا اللي واجهوا هذه المفاعلات النوويه السنغاليه. اصل انا شايف ناس كتير جدا من الجزائر ومن مصر فرحانين، الحق السنغال فاز على المغرب مش عارف كام. إيه يا ابني في ايه؟ اولا دي بطوله مدرسيه، اولا دي المغرب وصل فيها لنصف النهائي، مصر خرجت منها والجزائر خرج وتونس خرج، كله خرج. او انت بتسيب خيبتك وبتيجي تدور على خيبه غيرك؟ شفت كتير وقليل في حياتي، شفت مواقف الدنيا والاخره، لكن اني اشوف واحد عنده 14 سنه مخلف ده اللي هو ازاي يعني؟ ديال السنغال جيت انت عند المغرب غديرها بهم القجع والقجع بريكول وجابوا الله. ديروا كل 15. يا طالعين الجيران على مره خسرات. وهذا الشيء هذا اللي خلاهم يديروا بحال هكا، حيت الاختبار باش الكشف العمر ما كيداش في هذه الفئه العمريه. شي حاجه ماشي هي هذيك، مازال تعرفوا العجب، مازال تعرفوا العجب مع افريقيا ولا عجب. قال لك عندهم 15 لاعب. فغريبه جدا يعني، ده استحاله اللعيبه دي تكون تحت 15 سنه. تخرجوا غير سالمين صحه سلام، هذاك هو الربح. اما ديك الماتش ولا ديك الكره ابناء قسمنا يخليها لهم، جايبين الناس مزوجين واقيلا هذا لعب مع ولادهم. كيفاش تحسب؟ شوف الدراري اللي عايش في السنغال الله يسهل عليكم، قولي لي كيفاش تحسب ديال السنغال؟ الله يرحم لكم الوالدين هكا متيق قصر بزاف، بغاش تخلي دماغي يا صاحبي. ده منتخب فرق في الاعمار، فرق في السنين، فرق في الاحجام وفي الاطوال، فما فيش تكافؤ ولازم تدخل الاتحاد الدولي. في الاخير كنطلبوا الله السلامه اللاعبين ديالنا من شي دقه من هاد العمالقه. ازاي يعني؟ الحقيقه ان الوضع اصبح صعب، الوضع اصبح مستحيل. عايز اوصل رساله مهمه جدا للحاقدين والشامتين واللي بينتظروا اي خساره للمغرب. المغرب تحت ال 17 عام لسه فايز عليك كمصر، فاز عليك 2، الجزائر فاز عليكم 3، لسع الجميع وخد بطوله شمال افريقيا. فبالراحه وبهدوء على المغرب، لان المغرب اكبر منك واكبر من اي حد. انا هصححها لكم بقى، منتخب المغرب تحت 15 سنه كان بيلعب منتخب السنغال تحت 70 سنه، هي تتقال كده. my god. تحياتي لكم، بيس.